مساء الفل عليكم. انا جايه بقى هنا اشاهدكم، يعني ينفع الكلام ده؟ ينفع بعد ما اكون خلصت بقى شغل البيت كله وما صدقت ان انا قعدت وارتحت كده خلاص من شغل اليوم، الاقي جوزي داخل عليا كده بالسمكية دي سمكية اللي هي سمكية التونة. بتبقى كده يعني وزنها كبير كده ما شاء الله، بس يعني طبعا بقى يعني انا ما صدقت ارتحت بقى اخر اليوم. العيال بقى قعدوا بقى ايه اللي كانوا نتصور بيها، طب انتوا في ايه وانا في ايه؟ هُم فرحوا بقى وقعدوا يلعبوا، وأنا بقى شايلة هَم بقى تنضيفها، ولسه الوقت متأخر لسه هانضفها دلوقتي. المهم ما علينا، بعد ما العيال بقى لعبوا بقى شوية براحتهم كده بيها وفرحوا بها كده شوية بقى خلاص بقى أنا طبعًا مش هاعملها دلوقتي خالص استحالة يعني في الوقت ده، مسكتها بقى كده وجبت لها بقى صينية مقاسها يعني، وفضيت لها رف من التلاجة وحطيتها بقى فيها، لغاية بقى إيه ما النهار ربنا طلع. وماله يعني مش هيجرى حاجة، النهار له عينين. جبتها بقى كده طبعًا حاولت فيها شوية إن أنا يعني أودّيها شمال يمين، لقيتني هي خلاص مش هاسلك معاها يعني، فقُلت لجوزي تعالَ بقى أنت اللي جبته لنفسك، تعالَ اقعد بقى نضّفها معايا. قعد بقى يقطّع بقى الحاجات يعني شوفوا دي حاجات اللي هي المفروض بتبقى يعني بسيطة خالص يعني في أي سمكاية، هنا ناشفة جدًا، يعني هو نفسه أصلًا بيقطفها بالعافية، العضم بتاعها ده بيبقى ناشف أوي يعني. حاول بقى بالسكينة ويحاول بالمقص، والله المقص يعني اتقطم خالص هنا مع انه مقص حديد بس اتقطم خالص هنا في التنظيف ده. المهم ما علينا يعني، خليته بعد ينضف كده الحتت الجامدة اللي انا مش عارفة اعملها وفتحناها بقى وعملناها طبعا. اللهم صل على النبي، هي كان وزنها دي 3 كيلو ونص، بس هو جابها لنا مرة قبل كده كانت 6 كيلو ونص، وكان واحدة 7 كيلو، يعني دي المرة دي كانت صغيرة شوية. خلاص جبناها لكم مرة قبل كده وورينا لكم برضو منها طريقتين كده 3 طرق، عملنا منها التونة وعملنا لكم منها كمان طريقة شايفين اللي بتاعها اللي هو الزعانف بتاعتها عاملة ازاي، زي العصاية خشبة. هو كان جايب دي معاها كده، راجل اداها يعني كده معاه. المهم كنت بقول لكم عملنا لكم منها المرة اللي قبل كده، عملنا لكم منها وصفة التونة، وعملنا لكم منها كده مدفونة بقى كده في الخضار زي ورقة اللحمة كده بقى بس بسمكة التونة دي، وعملنا لكم بقى منها كمان مقلية كده بانيه، يعني نزلنا لكم منها كذا وصفة يعني، بس ما كناش جبنا بقى ايه تنظيفها والكلام ده. فهنا بقى لما جابها قلت له بقى خليها بقى للصبح عشان نصورها وكده، مش لسه هقعد مش هعملها انا دلوقتي خالص يعني. فجبناها بقى الصبح كده وقعدنا بقى ننضفها وفتحناها. بتشيلي بقى زي تنظيف السمك العادي بالظبط، بتشيلي اي حاجة يعني ملهاش لازمة كده، وهنشيل الراس دي رخرة كده كلها نرميها. الراس دي الواحدة نص كيلو، طبعا اترمت يعني كل دي راس مفيش منها اي لازمة يعني. تمام، وفتحناها بقى كده بالنص. هنا بقى مسكتها بقى غسلتها وغسلت بقى الصينية وكده، عشان يعني ايه كانت منزلة دم كتير قوي يعني، عشان ما يبقاش الدم كده يعني واضح معانا في الفيديو. خلاص وقسمها بقى كده نصين، نص بقى طبعا بقى فيه اللي هو العمود الفقري بتاع اللي في النص ده، ونص تاني كان طالع طبعا من غير يعني سفة وكده. فاضل بقى الشوك اللي هو الرفيع بس اللي فيها ده. وقطعي بقى كده جزل زي ما انت عاوزة، قطعي بقى المقاس اللي انت عاوزاه برضو حسب ما انت هتعمليها ايه. قطعنا الجزء ده كده مثلا على 5 مثلا او على 6 حسب يعني الحجم اللي معاكي، والجزء التاني برضو قطعنا برضو يعني بنفس الطريقة يعني بسفاف حلو كده. وكان عايز يخليها خالص وعايز يقولك يشيل السف بتاعها كله، لأنه هيطلع معاه لحم، فقلنا خسارة يعني طب وليه. هنا برضو حتة لقينا قشرتها كده طالعة فقلنا نقشرها، فقلت له لا برضو خلاص يعني انا برضو هيطلع فيها لحم وكده. قلت له لا هي كده كده اول ما بتحطيها على النار ثواني بس كده بتلاقي القشرة دي طلعت كده لوحدها، يعني بتشديها كده خلاص تلاقيها طلعت خالص كده طبقة رقيقة لوحدها. فقلت له لا سيبها زي ما هي، وساعة السوا بقى اما اجي مثلا اسويها او اي طريقة هعملها بيها ابقى اشيل ايه القشرية بقى بتاعتها دي. يعني بنشوحها مثلا كده الاول قبل ما ننزل بيها في اي طريقة. التشويحة دي كده على النار بتقوم ناطرة معاك القشرية على طول.
ده الجزء بقى التاني اهو، النص التاني اللي هو فيه اللي هي العضماية اللي في النص دي، برضو قطعناه كده كذا قطعة. طبعا زي ما قلت لكم هي بتبقى جامدة شوية، يعني العظم بتاعها بيبقى جامد شوية، فعايزة يعني ايه حد يعني يكون جامد كده شوية، يعرف يعني يبقى قادر ان هو يقطعها. شايفين لحمها بيبقى كده جزل اهو، زي اللحمة اللي بتاعت اللحمة اللي هي الحمرا بالظبط، اللحمة الجزري بالظبط. بقى معانا طلعت معانا بقى الكمية دي، نمسكها بقى كده، اخدها بقى اغسلها كلها تحت الحنفية كده، اغسلها قطعة قطعة، وبعدين هعمل لها بقى النقع بتاعها. يعني هنقعها كده اول مرة، رغيت كده مية كده بصابون، صابون ابيض يعني، رغيت بقى مية كده حبة حلوين، رغيت شوية صابون يعني حلوين، وحطيت فيها حبة ملح برضو كده كويسين، وهسيبها بقى منقوعة في الوقت ده. يعني انا سبتها في الوقت ده، مش عارفة ما كنتش فاضيلها، ومش عارفة رحت مشوار ورجعت، فسبتها فترة يعني حوالي 4 ساعات او حاجة. رجعت بقى، شايفين لون المية اتغير خالص اهو، اللحم نفسه لونه برضو اتغير. طبعا اي دم فيها، اي حاجة فيها زيادة بقى نزلت من الملح. هشطفها برضو من المية دي كده، واغسل الطبق كويس قوي، وهحط في مية كده تاني، وهعمل لها بقى محلول نقع تاني كمان مرة بقى، النقعة الاخرانية بقى. حطيت كده في المية بقى شوية جنزبيل وشوية دقيق، وعصرت كده ليمونتين، وهقلبهم برضو كويس قوي، وهشطف السمكة كده حتة حتة وانزلها فيها. خلاص، احط بقى كده السمك فيها وانقعها برضو، اسيبها ممكن برضو حوالي ساعة، حوالي 2، زي ما انت الوقت اللي معاك يعني. لما برضو هلاقي المية بقى خلاص اتغيرت، بس خلاص بقى هحسها بقى ان هي بقت خلاص معايا يعني، كده بقت جاهزة على طول على انك انت تعمليها بأي طريقة بقى. همسكها برضو اشطفها من المية دي، وهي كده بقت جاهزة معايا على الطبيخ بقى. هتكيسيها تعباها في الفريزر زي يعني ما هتعملي. خلاص، وان شاء الله يعني ايه الوصفات بتاعتها هتلاقوها على القناة، وعادي لو حابين نعمل لكم منها وصفة تاني يعني عادي. بس انا كده خلاص بقى هكيسها، وهعينها بقى في الفريزر لغاية لما اجي اعملها، واشوفكم على خير ومع الف سلامة.